بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم مع الجديد في الغزل والنسيج. انتوا عارفين مستقبل صناعة الغزل والنسيج الأيام الجاية هتبقى إيه؟ هتبقى المستقبل في الأقمشة أو الألياف التقنية أو الألياف اللي بتستخدم في الهندسة المدنية وفي الدفاع وفي مجال الطيران وفي مجال السيارات. أبرز هذه الألياف هي ألياف الكربون أو الكربون فايبر. أكبر دول هم في 3 دول بيستحوذوا على إنتاج ألياف الكربون. أولها هي أمريكا وفرنسا واليابان، وأخيرا ألمانيا. الهند بدأت حاليا تعمل خطة لإنتاج ألياف الكربون فايبر، وقالت في حلول عام 2025 و2026 ده على لسان وزير الغزل والنسيج الهندي اللي هو جيريراج. انتوا عارفين اللي فيه وزارة خاصة في الهند اسمها وزارة الغزل والنسيج أو وزارة التكستايلز عموما، ودي اللي بتهتم بأمور الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والتريكو والألياف. أعرب وزير المنسوجات الهندي عن ثقته في المصنعين وفي الهند عموما إنها ستنتج ألياف كربون في حلول 2025-2026. وألياف الكربون دي طبعا حاجة خاصة بالغزل والنسيج عموما أو قطاع الغزل والنسيج، هي هتعتبر بديل للمعادن لأن كثافتها أقل من كثافة الحديد، كثافتها أقل من كثافة الألمنيوم، ومتانتها أقوى من متانة الستيل عموما. وبتستخدم في مجال الطيران، في مجال الهندسة المدنية، في المجالات العسكرية ومجالات الدفاع. الهند بتستورد معظم هذه الألياف من زي ما قلت لحضراتكم أمريكا، بتستوردها من فرنسا، بتستوردها من اليابان، بتستوردها من ألمانيا. ومن المتوقع أن يتم تنفيذ آلية إنتاج الكربون عن طريق شركاء من الاتحاد الأوروبي. فديت هتبقى حاجة مهمة لأن انتوا شايفين المجال التقليدي للغزل والنسيج سواء خيوط سواء أقمشة سواء منسوجات في كساد كبير جدا. لا، طب احنا نفكر نتجه اتجاه تاني وريت نعملها في مصر. كان الله يرحمه اللي مهتم بهذه الأشياء كان دكتور اسمه علي الشيخ، مات قريب الله يرحمه رحمة واسعة. كان حتى مع عينات من ألياف الكربون فايبر. فألياف الكربون ديت هتبقى بديل للمعادن في المستقبل، حتى إن مركبات الفضاء كلها نتيجة الحرارة ونتيجة العوامل الجوية اللي في الفضاء بتصنع جسم الصاروخ كله من هذه المنتجات اللي هي ألياف الكربون. فعملوا مؤتمر كبير جدا في الهند هذه الأيام في غرفة التجارة والصناعة الهندية بالاهتمام بألياف الكربون. حتى عملوا الهدف، عملوا ميزانية إن هتبقى مبلغ كبير جدا ونقدر نصدر في السنة، شفت المبلغ 10 مليار دولار سنويا من منتجات اللي هي المنتجات المصنعة من ألياف الكربون. فديت حاجة هتبقى مهمة أوي الفترة الحالية، ودي كانت أول حاجة عندنا في الغزل والنسيج. عندنا برضو خبر تاني إن الدول الأفريقية خاصة دولة جنوب أفريقيا ودول غرب أفريقيا بدأت ترسل بعثات إلى أمريكا، وبالتحديد في معهد القطن في جامعة تكساس، معهد مشهور جدا لدراسة خواص القطن الطبيعية وإزاي إحنا نقدر نزرع في أفريقيا بذور ممتازة ذات جودة عالية تشبه القطن المصري. نتمنى إحنا نعمل علاقات طيبة مع دول غرب أفريقيا
لأن هناك التربة يعني تربة حمراء، تربة جميلة جدا. احنا عندنا التربة المصرية، التربة اللي هي في الوادي والدلتا تربة سمراء، فهناك عندهم تربة خصبة جدا. في دول غرب أفريقيا يا ريت حتى نقابة المهندسين تعمل تعاون مع هذه الدول، ونقدر نستورد منها أو نزرع هناك ونودي شباب ونودي ناس مهتمين بقطاع القطن عموما يزرعوا قطن ونجيبه ونشغل بيه المصانع. انتوا شايفين السودان فيها ايه؟ السودان واقفة، كنا احنا بناخد القطن السوداني بيشغلنا حتى إذا كان في عيوب. يعني القطن السوداني في ندوة، يعني بيبقى فيه عيب، لكن الدول اللي هي غرب أفريقيا دول الأرض بتاعتها تصلح إلى زراعة القطن الطويل التيل. فنهتم إن شاء الله بزيارة، نعمل شباب من كلية الزراعة، من كلية الهندسة، من رجال الصناعة، رجال نقابة المهندسين، للاهتمام بزراعة القطن المصري، ونزرع ونجيبه هنا نشغل مصانع. عندنا خبر برضك من أمريكا، وزارة الزراعة الأمريكية أعلنت إن هي بتستهدف زراعة قطن 11 مليون فدان في العام 2025-2026، لأن القطن بيعتبر عصب أو بيدخل عملة جيدة جدا في أمريكا، لأن أمريكا بتشتهر بالقطن البيمة والأبلاند الأمريكي، وهم متفائلين جدا في تحسن الطلب. هو كان 2023-2024 الطلب سيء للغاية في القطن، فهم بيأملوا في نهاية 2024 ومع تحسن الرطوبة، لأن الرطوبة دي بتزود المتانة بتاعة القطن، زيادة تحسن في زيادة الطلب، لأن في تباطؤ حصل مع نهاية 2023 ومنتصف 2024. فكمان عايزين يهتموا بإنشاء مصانع للغزل، لأن الصناعة يجب أن تنخرط في أمريكا لإنتاج الخيوط بدلا من تصدير القطن الخام. عندنا خبر أخير، أحد أصحاب المصانع الفوط بدون ذكر أسماء يعني في مدينة المحلة الكبرى بيودي فوط كل أسبوع لمنطقة الأزهر. انت عارفين الأزهر والحسين منطقة ديت في القاهرة هي تعتبر المرجع اللي احنا بنقدر نعرف منه حركة السوق الداخلي المصري في قطاع الغزل والنسيج، أو بالأخص عشان أكون دقيق في قطاع الفوط والمفروشات. منطقة الأزهر مصانع كتيرة بتصدر أو بتودي ليهم، وبيحصلوا كل خميس وجمعة. الأسبوع ده التحصيل قليل قوي، يعني يعتبر مفيش، تخيل، لأن مفيش حركة، مفيش حد بيروح يشتري حاجة، نتيجة طبعا المدارس، نتيجة ارتفاع الأسعار، نتيجة ارتفاع الدواء، نتيجة ارتفاع الغذاء. فكل الحاجات دي أثرت، كلها معايير بتأثر على قطاع الغزل والنسيج. فالسوق المحلي أنا مش عايز أقول شبه ميت، في مشكلة في التحصيل، في مشكلة في السيولة النقدية، في طلب من المصانع، بس المصانع مش هتستناها تنتج وتاكل اللي بتنتجه. المصانع حاليا بتنتج وعايزة توزع، عايزة تدي، عايزة تصدر، عايزة تدي للسوق المحلي. ففي حاليا شبه ركود، لدرجة ان صاحب المصنع بيقول لي احنا ما كناش بنبص لمصاريف بيتنا، احنا عندنا مصاريف عمالنا ومصاريف اداريين ومهندسين والماكينات والكهرباء والحاجات دي، خلاص دي حاجة احنا شغالين فيه، لكن حاليا بدأنا نبص لمصاريف البيت بتاعتنا. تخيل ده بقى، يعني ناس اعلى من المتوسط. فدي برضو مشكلة بتقابل قطاع الغزل والنسيج. فنصيحة حاليا الاهتمام بالتصدير، الاهتمام بمنتجات، حتى بص يعني هات اوردر واحد بس تصدير كويس بسعر حلو هيفرق معاك كتير. اخر حاجة قبل ما اقولها ان اسعار القطن ما زالت ثابتة، الفيسكوز هو اللي ارتفع، البوليستر او الاسبان يعني برضك يعتبر ثابت. تحياتي وتابعوني دايما، مهندس محمد كمال معتمد.